بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم حبايبي في كل مكان. آه نكمل بقى بقيت اكلات. بعد العيد عملنا الكوسه على الحمص، النهارده هنعمل صينيه مسقعه تحفه تحفه تحفه، جميله وطعمه طعامه ما حصلتش. يعني مش قادره اقولك على طعمتها والله. هنجيب طبعا البتنجان ده كيلو ونص. آه الاسمر الحلو الجميل ده، شوفوا شكله ايه. هنغسله طبعا وبعدين نقشره تضليعه كده، تضلعيه كده بالشكل الجميل ده اهو. وبعد كده بقى نحطه في في اسمها ايه دي، الوعاء ده اهي، اسمها الوعاء ده اهو، البولة ده اهي. وبعدين نشوف بقى نقطعه، يعني تسيبي فيه التضليعه دي بتخليه حلو. بعدين قشر البرنجان طبعا او البتنجان زي ما بتقولوا. طبعا معروف انه بيحوش الانيميا، يعني علاج للانيميا جامد جدا. واصلا احنا بنحب يعني المسقعه، يعني بنحبها بجميع اشكالها. انا عملت دي تالت مره اعملها على القناه، كل مره شكل، كل طريقه شكل، وكل طريقه احلى من اللي قبلها. هنحط بقى معلقه ملح كده حلوه عليه، مش هنحط لا دقيق ولا مش عارفه ايه، هو بس كده معلقه ملح بس. هو البتنجان اصلا كان حلو وفلاحي حلو اهو، وابيض وزي الشمع وجميل. حطيت معلقه ملح، هسيبه بقى اركنه شويه على جنب يسرد الميه بتاعته اهو. شايفين بقى الميه بتاعته، سبته شويه كده 10 دقايق كده ولا حاجه. اه شايفين شكلها ايه. شايفين بقى الميه اللي سردها دي بقى هتمنع انه يشرب زيت بعد ما يتحمر اهو. بس كده. بعدين نحمره بقى وبعدين نكمل بقيه الوصفه. استبعونا بقى، تابعوا الفيديو هيعجبكم جدا. نحط لنا ما تنسوش بس لايك واشتراك وسبسكرايب للقناه. اه بعد ما حمرته بالشكل الجميل ده، انا بحبه غامق شويه سنه كده. شوف ناشف ازاي، ولا شارب زيت ولا اي حاجه. ولا تحطيش على فكره لو حطيتيه على مناديل هيشرب الزيت ويبقى ويتهرى ويبقى وحش كده اهو، زي ما هو كده اهو. وحاولي تقليه يعني ايه، يا دوب قبل تطبيق الصينيه ما فيش يعني. كده بقى هنجيب شويه توم كده، نص راس توم حلوه كده، وبصلايه حلوه كده نقطعها جوانح اهي. لان التوم البتنجان طبعا بيحب التوم. كده قطعت البصلايه جوانح كده بالشكل الجميل ده اهو. بعد كده هجيب قرن فلفل اخضر، هقطعه حلقات كده اهو صغير. ايوه كده بقى. هنجيب بقى طاسه على النار، بعدين نحط فيها معلقه سمنه. انا بعمل بقى بطبخ بالسمنه بالزيت زي ما انت عاوزه، لو تطبخي بالزيت زي ما انت عاوزه. حطيت بقى البصل. طبقي بس صينيه المسقعه الجميله دي، هتعجبك جدا. هتعجبك وفعلا هتعمليها على طول لانها نتيجتها تحفه جميله. هندبل البصل بس، يعني مجرد يدبل، مش عاوزاه يحمر خالص، عاوزاه يبقى بالشكل الجميل ده بس كده. نحط بقى التوم المفروم، يا راس توم صغيره او نص راس كبيره يعني. هنحط الاول حبه يعني فلفل اسمر بس كده، يعني ربع معلقه كده اهو بالطريقه دي كده. بعد كده بقى هنجيب التوم ونحطه. وبرده مش هنحمر التوم ولا حاجه، يعني الاتنين كده يدوب يدبلوا بس كده، دبلان بس يطيروا الريحه الجميله بتاعتهم دي اهو. هنحط التوم اهو، التوم جه اهو. يلا يا ستي كده بالشكل الجميل ده اهو. بس بجيب بقيه التوم كده بقى خلاص اهو. تقليبتين اتنين بس كده وبعدين نكمل. صينية مسقعة كانت فعلا روعة. مش عشان والله انا ما بلقي الحاجة جميلة وحلوة وحاسة انها مظبوطة وحلوة بصورها. ما انا بعمل حاجات كتيرة، بس الحاجة اللي بلاقيها مظبوطة وحلوة بصورها. عشان طبعا تاخدوا الطريقة مظبوطة، وتاخدوا الطريقة الطريقة حلوة، عشان لما تيجوا تعملوها تبقى مظبوطة معاكم. طبعا لازم يعني ما يبقاش فيها حاجة ناقصة كده ولا حاجة كده. بس طبعا يعني ممكن يكون الفيديو بيبقى مدته ما بلحقش اكمل يعني، بس بيبقى مفهوم برضو معروف. انا كده قشرت الباذنجان وحمرته، قطعته يعني قشرته بالتضليعه كده شكلها حلو، عشان نسيب فيه حته قشره برضو.
وبعدين جبت بصلايه حلوه كده برضو جوانح، قطعتها كده، ما قطعتها صغير ولا فرمتها صغير ولا حاجه، زي ما هي كده جوانح كده. وراس توم صغيره كده فرمتها، وعلى بعض الاتنين كده بالظبط في معلقه سمنه او زيت زي ما انت عاوزه، مجرد بس يتبلوا. وبعد كده هنكمل بقيه الوصفه. اهو بوضح كل حاجه، عشان اللي بيقولوا وضحي انا بوضح اهو. بس جربوا بس انتوا الطريقه دي. هما 3 طرق، دي تالت طريقه، و3 طرق احلى من بعض، وانتوا هتشوفوا الشكل بنفسكم. كده بقى القرن الفلفل اهو الاخضر حلو، قرن كبير كده حلو او قرنين صغيرين، حطيتهم بس بعد ما البصل والثوم دبلوا كده، عشان انا عاوز الفلفل يفضل زي ما هو كده اهو. استوى ونفس الطريقه. وشوفوا بقى البتنجان اهو، رصيته كده بنفس الشكل الجميل ده، وحطيت طماطميه واحده بس بينهم كده شرايح برضو اهو، منظرها حلو باينه في صينيه البرنجان اهي، اللي قصدي المسقعه قصدي اهي. كده بقى فرطت ايه، وزعي بقى البصل والفلفل على بعض. وبعدين هنجيب بقى ايه، اللحمه المعصجه دي، ما هي صينيه مسقعه باللحمه المفرومه اهي. اللحمه المعصجه دي طبعا انا عامله طريقه جميله جدا في تعصيج اللحمه على القناه، اللي عاوز يدخل يشوفها هتعجبه جدا. طريقه تعصيج اللحم حلوه قوي اهي، نفس الشكل ده اهو كده، ووزعناها برضو كده. بعد كده بقى ايه، هنحط الصلصه دي، عشان الصلصه دي ايه، انا اللي عاملاها يعني، برضو عاملاها معاكم برضو على القناه اهي. انا ما بسبكهاش قوي، هي بسيبها بنفس الشكل ده. هو هنحط مكانها شوربه كده دلوقتي، ونسقيها شوربه او ميه، هي بما ان فيها لحمه يعني، بس انا عندي شوربه سقيتها شوربه. وبعدين ندخلها اهو، سقيتها الشوربه اهي مكان الصلصه اهي. بس كده هظبطها بقى وادخلها الفرن على درجة حرارة، أعلى درجة حرارة عندك يعني، تبع الفرن بتاعك ده، تبع الحرارة بتاعتي. هي كده كده كل حاجة مستوية. هشغل أولع عليها الفرن وأشغل عليها الشواية، مفيش 5 دقايق بس، دي لون كده على الوش وهتطلع اهي. طلعت بنفس الجميل، بنفس الشكل الظريف الجميل ده اهو. والطعامة الحلوة دي هنوريها لكم بقى دلوقتي، هتعجبكم قوي اهو. بحاول اطلع كل حاجه، الطماطم بالفلفل بالبتنجان باللحمه بكله. وبعدين بقى ايه، قلت بقى ايه، عندي شويه لوز مقشر محمص كده وكاجو، حطيتهم برضو يبقى حلو. انا برضو كنت عاملاها مره قبل كده باللوز، كانت حلوه قوي، او من غير حاجه يعني، هم عندي بس قلت احط منظر يعني اهو. يعني انا بحاول اطلع لكم تتاكل بقى مع رز ابيض، احنا بنحبها مع الرز الابيض. ممكن تاكلها بعيش عادي يعني، زي ما انت عاوز اهو. صينيه مسقعه ولا كلمه اهو. لو بقى يعني مش عارفه اوريكم اقول لكم على طعمها ايه يعني، مش عارفه والله. فعلا الطعم كان جميل اهي. لو وصلت بقى معانا لحد كده، حط لنا لايك واشتراك بعد اذنكم. يعني المفروض بقى اوصل لل1000 يعني، ما يعني همتكم معانا بقى شويه يعني. بتفرحوني وبتسعدوني والله لما بلاقي اشتراك جديد، بفرح قوي. ربنا يفرحكم يا رب ويسعدكم يا رب، يا كل اللي بيحط لي اشتراكات وكل اللي هيحط لي اشتراكات اهي. بس حبيت بس ايه اكد لكم هو رز ابيض وشوربه مركزه وجميله اهي، من غير لسان عصفور، من غير اي حاجه خالص. شايفين الدسم اللي عليها، واكله ظريفه وجميله وحلوه وكل الشعب المصري بيحب صينيه المسقعه. وشكرا لكم متابعتكم اهو. خلاص شكرا شكرا. شوفوا من حلاوتها مش راضيه تخلص مش راضيه تسيب الفيديو.